هاي جايز، كيفكم؟ فيديو اليوم هيكون عن اولا هنعمل حاجة كده جميلة لتزيين المكتب. فقبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. يلا نبدا الفيديو. اولا كده يا اصدقائي، انا عارفه اني اخرت عليكم، بس انا كنت بغير ديكور غرفتي. اول حاجه بيضت اوضتي وعملت ستاره جديده، وبيضت اوضتي بينك كده من نوتاتي، وجبت مكتب جديد وكرسي جديد وحاجات كده غيرتها. فان شاء الله استنوا فيديو، هعمل لكم فيديو عن جولة بغرفتي. ده شكل المكتب اهو، اوكي، وده شكل الكرسي اللي هو بيتحرك ده. المهم دلوقتي بقى هنبدأ نعمل الحاجة دي، فمش عايزين نبهدل المكتب عشان هنلونها ما تلزقش اللون في المكتب. فاول حاجة جبت المصلية دي احطها، وجبت البوية اللون اللي انتوا عايزينه تقدروا تجيبوه اللي هو العصيان دول اللي هم بيكونوا موجودين عند اي عطار، ومقص، والمية دي عشان لو ايه. والفرشة بقى دي انا عارفة ان هي كبيرة يا اصدقائي، بس انا بتاعتي الصغيرة مش لاقيها خالص. المهم غيرتها في الاخر ببيوتي بلندر كانت عندي. فانتوا لو عندكم بيوتي بلندر ممكن تجيبوها عادي، اوكي. وهتبدأوا بقى ترتبوا العصيان بالطريقة اللي انا هعملها دلوقتي. مش عارفة بقى اشرح تاني، انتوا هتشوفوا في الفيديو. وهنا بقى بدأت ألمهم تاني عشان هبدأ ألونهم. فأنا اوضتي لونها بينك، فأنا هعمله أحمر غامق عشان يكون ايه متناسق شوية. برضو معملتهوش نفس لون الحيطة عشان ما تكونش مش هتكون أحسن حاجة، فعملتها تكون أغمق شوية فتكون أحمر مش بينك. المهم قصيت الأطراف اللي هي بتكون فوق دي، اللي هي بتكون زي مسننة كده. وبعدين بقى بدأت ألونها، لقيت ان الفرشة بجد بتاخد الوان كتيرة ومش الطف حاجة، فجبت بيوتي بلندر كده كانت عندي وبدأت الونهم يا اصدقائي. وهما بيقعدوا كتير قوي عشان ينشفوا، انا قلت هيبقى قليل عشان يعني قليل، لقيت لا بجد بيقعدوا كتير عقبال ما ينشفوا. المهم وبدأت بقى الونهم كلهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد تعبت، كان مرهق. وماما بقى زعقت لي عشان المصلية، قالت لي هتتبهدل. فروحت حطيت بقى، لازم نسمع الكلام، لازم نعمل ايه. راحت بقى حطيت لي كده، جابت لي كرتونه عشان ما بهدلش. وبجد شكرا يا ماما، عشان المصليه دي كانت هتتبهدل جامد، عشان زي ما انتوا شايفين من اول بس 3 ولا 4 الكرتونه اتبهدلت خالص. وهنا بقى يا اصدقائي كنت بوريكم ان انا اتلسعت واتبهدلت، ده كله بسببها. انتوا عارفين لو هي بتتباع، بس احنا عندنا ما اعتقدش ان في حد بيبيعها، فقلت اعملها انا وخلاص. فطلعت بجد مش الطف حاجه. المهم حاولت الزق كل اتنين مع بعض. التجربه كانت فاشله جدا، فعشان التجربه كانت فاشله فجبت بلاستر زي ما وريتكم في الاول كده لونه احمر، عشان انا ملونها لون احمر. وبدات بقى الزقهم مكان اللي انا عملته كنت هعمله بالشمع، وبرده في حاجات عدت عليها بالشمع فعشان تلزق كويس. وفضلت بقى اعمل كله كده، وايدي بجد كانت يعني بجد كانت تعبانه جدا. فلو تلاحظوا وانا بلزق كده تلاقوني بعد ايدي كده شويه وبس، ونقول الحمد لله. واتلسعت برضه في ايدي التانية، وبصوا اتبهدلت. بجد يا اصدقائي انتوا لو هتعملوها مش لازم تعملوها، مش الطف حاجه صراحه. انتوا هتشوفوا في الاخر النتيجه. هنا بقى بعد ما وريتكم اللي انا لزقته، حسيتها ان هي تخينه شويه ومش الطف حاجه. بجد تعبت جدا جدا جدا. ولو جاهزه تكون احلى بكتير. فده بعديها بكذا يوم بعد ما عملتها، قعدت يجي 3 ايام كل شويه بعمل حاجه فيها عشان زهقت منها بجد يعني. انا مش عايزه احبطكم، بس لو انتوا حابين تعملوها عادي اللي انتوا عاوزينه، بس انا يعني من رايي انتوا هتشوفوا، يمكن هي اللي مش عجباني وتعجبكم، فمش عارفه، الاراء بتختلف. هنا بقى كنت بوريكم انا رسمت شويه ورق كده رسمت بيه، وكتبت تحفيزات كده عشان اعلقها عليه. وبصوا هو ممكن اللي خلاها مش حلوه قوي ان انا عملتهم بلزق تاني احمر، ولزقت الورق ده مش عملته بمشبك.
انا حسيت ان هيكون احسن ان انا اعمله بلزق، بس يعني انتوا ممكن تعجبكم على فكرة جدا، فانا عايزة اشوف رأيكم في الكومنت عشان بجد سهلت قوي بعد ما عملتها. وقلت بعد التعب ده كله وكده انتوا بصوا اقرأوا بقى وانا يعني انا وانا بكلمكم اقرأوا التحفيزات اللي انا كاتباها، عشان انا كنت بقرأها بصوت بس انا شلت الصوت وقلت انا اتكلم احسن بعد ما خلص الفيديو عشان ايه ما اطولش عليكم الفيديو. فالمهم ده كانت الصور اللي انا عملتها ولقيتهم قليلين قوي، فجبت رسمتين كنت رسماهم وعملت برضو فيونكة كده فوق، وبرضو جبت ورقة كده كتبت لا حول ولا قوة الا بالله. وهنا بقى بعد ما جبتها وانا بعلقهم. اوكي، انا بجد متحمسه اشوف رايكم فيها، بجد متحمسه بس مش عارفه اقول ايه. المهم ان كنتم وحشتوني، عارفه ان انا باخر في الفيديوز بس عشان والله كنت بعمل الاوضه، وبجد قعدنا يا اصدقائي يجي اسبوعين بنعمل فيها عشان عملنا حاجات كتيره جدا. اشتريت المكتب ده في يومين، رحنا نشوفه وبعدين رجعنا جينا تاني يوم رحنا شوفنا بقى الكرسي، وبعدين رحنا تالت يوم ده كمان 3 ايام جبنا العمو اللي هو بيعمل ده اللي هو هيجيبها لنا بالموتوسيكل ووصله لنا، وبعدين جابوه لنا هنا وعقبال ما دخلناه وكمان بيضنا بقى الاوضه. بصوا كان موال موال موال. بصوا بقى زي ما انتم شفتوا الشكل كان معفن خالص، انا ظبطته كمان شويه. جبت بقى الرسمتين دول وقلت هعلقهم وغيرت الاماكن خالص، وصراحه كانت يعني حلوه، هي مش وحشه بس مش حلوه برضه، يعني مش واو. بجد انا عايزه اشوف رايكم في الكومنت عليها، هي حلوه ولا ايه، وايه رايكم في المكتب وكده. وهنا بقى كنت بوريكم شايفين البهدله اللي اتبهدلتها وقصيت وعملت وتعبت جدا في الاخر دي. فانا بفكر ان انا اعلقها كده فوق السرير كده في حيطه كده، يا اما اعلقها كده في مكان كده عايزه اعلقه فيها، والزق بوسترات زي ما كنت بلزق على المكتب. انتوا قولولي رايكم في الكومنت وبس. باي.